السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهاردة بقى هنعمل حاجة جديدة، وهي شجرة تستخدم كديكور في البيت، معمولة بخيط الخيش الترندي، وحاجة جميلة جدا، ونكون عاملينها بإيدينا وبأقل التكاليف، لأن هي بتكون غالية جدا لو رحنا نشتريها. وكمان نقدر ان احنا نجدد اي شجرة موجودة عندنا في البيت، ونخليها شكلها جميل بلمسات بسيطة، ونكون احنا اللي عاملينها بطريقة جميلة جدا وشيك قوي. وتكون عندك كده في البيت، تعمل بهجة في اي مكان تتحط فيه. تعالوا نشوف مع بعض احنا هنعملها ازاي. يا ريت بقى تشجعوني ونعمل لايك وسبسكرايب للقناة، علشان يوصل لكم كل حاجة جديدة بعملها، وتشجعوني ان انا اعمل كل يوم حاجة جديدة. وتعالوا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة انا جبت القالب اللي انا هحط فيه، وحطيت فيه جبس، وحطيت فيه الشجرة دي، او ممكن انتوا تجيبوها معمولة جاهزة من عند محلات الورد. تمام. او ممكن لو هي اصلا موجودة عندك كشجرة قديمة، تبدأي ان انتي تخلعي منها الورق القديم، ونبدأ ان احنا نشتغل عليها على طول. وبعد كده جبت خيط الخيش. ده خيط بيتباع في محلات الأدوات الهاند ميد وكده. وكمان هنحتاج مقص، وهنحتاج البنزة علشان نقص بيها فروع الشجر. وكمان هنحتاج معانا الشرايط دي اللي هي علشان نزين بيها. وهنحتاج كمان ورق جوخ علشان هنعمل بيه القعدة بتاعتنا. وطبعا مسدس الشمع. وهنبدأ ان احنا نشتغل مع بعض. وطبعا ورق الشجر بتاعنا انتوا بتختاروه بيكون فيه الوان، وبيكون فيه كذا شكل. بتروحوا اي محل بتاع ورد، وتقولوا له عايزين فروع ورق الشجر. وبتبدأي ان انتي تختاري اللون او الشكل اللي انتي عايزاه. اول حاجة انا جبت ورق الجوخ. وبدأت ان انا عايزة اعمل القاعدة من تحت بتاعة الشجرة بيه، علشان يعني يبقى شكلها حلو. ما يبانش اللون الاسود بتاعها ده. وكمان علشان انتي لو عندك الحاجة دي قديمة او كده، فاحنا بنحاول نجدد فيها علشان تطلع في الاخر شكلها جميل، وحاجة مبهجة، وتبقى زي الجاهزة بالظبط والجديدة. فبدأت ان انا اثبت القاعدة بتاعتي، وهلزق عليها ورق الجوخ. آم، او عادي ممكن، لو مش متاح عندك، ممكن تجيبي قطعة قماش شكلها حلو او كده، وتثبتيها، وتبدأي ان انتي تثبتيها بلزق الشمع. وبعد كده بدأت ان انا جبت خيط الخيش بتاعي، وبدأت ان انا اثبته من تحت بلزق الشمع كويس قوي. ونركز يا بنات ان احنا لازم نثبته من تحت، اهم حتة الحتة اللي تحت دي، ان هي تتثبت كويس قوي بلزق الشمع. وبعد كده هبدأ ان انا الفه، مش شرط ان انا بقى كل طبقة هحط شمع، بس اهم حاجة وانا بلفه اشد كويس خيط الخيش بتاعي، واحاول ان انا اثبته كويس. وبين كل طبقتين ثلاثة ممكن احط طبقة شمع، وهكذا، بحيث برضو ان انا اوفر في الشمع بتاعي، و وما يدوخنيش ان انا اقعد كل طبقة الزقها بالشمع. ببدأ ان انا الفه. آم، وكل شوية يعني مثلا بين 4 5 طبقات بحط طبقة من الشمع، وهكذا. وحاول ان انا الف ويكون بطريقة كويسة، ان هو يكون مترتب ورا بعضه. واكون بشد كويس وانا بلف، بحيث ان هو ما يكونش مترخي معايا. ويطلع مظبوط، ويطلع شكله حلو جدا في النهاية. طبعا خيط الخيش ده طالع ترندي وموضة جدا، وبيخلي اي حاجة شكلها شيك قوي. وده بعد ما خلصته، وهبدأ بقى ان انا هجيب الشريط التزيين بتاعي ده، برضو بيتباع في محل الخيوط وهكذا.
بيكون بحوالي المتر ب5 أو 6 جنيه. آه، هي الشجرة دي واخدة معايا أقل من متر، يعني تقريبا نص متر أو أكتر شوية. وحقيقي شكله جميل جدا، وبيطلع في الآخر الشكل مبهج، وأي حد بيشوفها آه بيقول ان هي حاجة جميلة جدا. والاسعار طبعا انت لو رحت تشتريها ممكن تكلفك حوالي 300 جنيه، فانتي تعمليها في البيت هتوفري كتير جدا، وهتطلع حاجة انتي عاملاها بنفسك. في نفس الوقت بنسلي وقت الفراغ بتاعنا في حاجة جميلة ومبهجة. وبعد كده بدأت ان انا عايزة اداري الجبس بتاعي، فجبت ورق الجوخ وبدأت ان انا اقصه نص دايرة كده وهكذا، علشان ايه؟ اداري بيه الجزء ده. وبدأت ان انا الزقه بالشمع، بحيث ان انا ايه اداريه، عشان احنا عايزين في الاخر الفينش بتاعنا يطلع شكله جميل، مفيهوش اي غلطة، مفيهوش حاجة شكلها مش كويس. وبرضو لو حد حابب ان هو يعمل ده كمشروع، هو مشروع جميل قوي ومربح، وكل البنات والعرايس بيحبوا يشتروا الحاجات دي، فهتكون حاجة حلوة جدا. في نفس الوقت بتسلي وقت الفراغ، يعني هو حاجة كده جميلة بتسلي بيها يومك وانتي بتعملي الحاجات دي. آه وبعد كده جبت خيط الخيش تاني، علشان هبدأ بقى ألفه على الشجرة نفسها. في ناس بيحبوا الشجرة تفضل كده زي ما هي، بس أنا حبيت إن أنا ألفها بخيط الخيش. هو بصراحة كان مرهق جدا وأخد مني وقت، يعني حوالي إن قعدت يومين بعمل فيه. بس طبعا بعمله في وقت الفراغ، يعني فعلشان كده اتأخرت فيه. لكن لو حد قاعد فاضي ومتفرغ فهيخلص وهينجز على طول في ساعة ساعتين على حسب يعني. بس كهو كحاجة ممتعة قوي قوي، بتسلي وقت الفراغ. بتطلعي فيها طاقتك، بتحسي ان انتي بتعملي حاجة جميلة ومبهجة، وحاجة هتزيني بيها بيتك، او ممكن كمان كهدية، او ممكن تعمليه كمشروع، فبتحسي في الاخر ان انتي عملتي انجاز. ويا ريت دايما نحاول ان احنا نستغل وقت الفراغ بتاعنا في ان احنا نعمل حاجة مفيدة وحاجة جميلة. ما نفضلش دايما ان احنا قاعدين في البيت ما مش بنعمل حاجة، ونقعد نقول احنا متضايقين وزهقانين. طب ما ممكن نعمل حاجات كده هاند ميد، حاجات ان احنا نتسلى فيها، وفي نفس الوقت تطلع حاجة مبهجة، حاجة نقدمها هدية لأصحابنا وهكذا. آم، وممكن نعمل مشروع واحنا قاعدين، وكله في وقت فراغنا، يعني مش ان انتي ايه هتكوني قاعدة مخصوص للحاجة دي. وبتطلع في الاخر حاجات جميلة، وبتديكي ثقة بنفسك ان انتي تقدري تعملي حاجات جميلة ومبهجة في نفس الوقت. وكده انا لزقت كل الفروع الشجر بتاعتي. آه،
بس اهم حاجة لازم نثبتها كويس بالشمع. وبعد كده جبت خيط الخيش بتاعي. بدأت ان انا الفه. هو خيط الخيش ده بيتباع بالمتر، او ممكن ان انتي تجيبيه لفة على بعضها على حسب يعني. وبعد كده بدأت ان انا جبت زلط كان موجود عندي، او ممكن عادي تجيبيه من اي مكان. بدأت ان انا الزقه كده كديكور. وطبعا طالع موضة قوي ان بيكون بنحط فيه. وبعد كده جبت حاجة زي البيوبرق ده، وبدأت ان انا ارشه كده وهكذا. وبدأت أكمل لف الخيط الخيش كله على الشجرة كلها، وهوريكوا بقى النهاية بتاعتي. وطلعت في النهاية شكلها جميل جدا، كل اللي شافها أعجب بيها. وكمان عملت واحدة تانية لونها أخضر وأصغر شوية. ياريت تقولولي رأيكم.